تأجيل الشوط الثاني من المقابلة اللي كتجمع المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي في الملعب الخليفة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب الخليفة في قطر. وكما كنعرفوا كاملين على ان هذه المقابله اللي كتجمع الامارات والسعوديه هي مقابله اللي كتحدد المركز الثالث والرابع من بطوله كاس العالم. وكما شاهدنا كاملين الشوط الاول انتهى بنتيجه سلبيه اللي هي 0 لمثله. هذا الشيء اللي خلانا على اننا غادي نتاكدوا من النتيجه ديال المقابله في الشوط الثاني. الشوط الثاني تاجل بسبب غزاره الامطار اللي تهطلات على الملعب واللي خلات ان العشب ديال الملعب يكون جد مبلل واللي عرقل مسار ديال اللاعبين. هذا الشيء اللي خلى ان الحكم يأجل الشوط الثاني على ما تدوز هذه العاصفه الرعديه ومن بعد يكملوا المقابله. لكن الحاجه الصادمه هو ان هذه درجه الامطار اللي سقطت اليوم على مدينه قطر من 2016 ما سقطاش بهذه الكميه. ما شاء الله.